زهقت من اكل البيت؟ النهارده جمعت لك زتونه المطبخ واسرار اشهر المطاعم من الصوصات العالميه لحد الكفته والفراخ المشويه في فيديو واحد. انا عبد الله فود. قبل ما ابدا فضلا اعملوا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو. نقول بسم الله ويلا نبدا. لو نفسك في اندومي كوري طعمه جامد في البيت تعال اقول لك السر بسرعه. ادعموني بعمل متابعه ولايك ويلا نحضره سوا. اسلق الاندومي نص السوا وصفيها، وبعدين شوح توم مع شطه وصايا صوص حار وعسل اسود وكاتشب. ضيف النودلز وشويه من ميه السلق ورشه شطه بودره، وهيطلع معاك احلى اندومي كوري. دي مش مجرد طبق اندومي، دي تجربه كوريه كامله في طبق واحد. جربها وبألف هنا وشفا وصلوا على النبي. هنعمل النهارده مع بعض اسهل والذ واجمل طبق اندومي. اسلق الاندومي وحط معلقه زبده ورشه بابريكا ونقطه صويا صوص، وقلب كده على مهلك. شايفين الحلاوه في الاندومي بقى؟ طعم تاني خالص. جربها وهتدعي لي، وصلوا على النبي واعملوا متابعه. بتحب صوص الباربيكيو بس بتجيبه جاهز؟ طب تعالى اقول لك تعمله بسهوله في البيت. هات كوبايه كاتشب وانزل عليها بمعلقتين عسل وشويه خل. دول الاساس بتوعنا. زود بابريكا مدخنه، توم وبصل بودر ومستردة. دقيقتين على النار لحد ما يلمع ويتقل. كده عندك صوص باربيكيو تحفه، اوفر وافضل بكتير من الجاهز. وصلى على النبي وبألف هنا وشفا. عارف انك ممكن تعمل صوص الرانش في البيت احلى من الجاهز بكتير؟ ادعموني بعمل متابعه ولايك ويلا نحضر الصوص مع بعض. هتحتاج زبادي ومايونيز، شويه توم وشبت وملح وفلفل وبصل بودر، وقلبهم كويس. وبكده عندك صوص رانش طعمه جامد جدا وبألف هنا وشفا. وصلوا على النبي. جربوا وقولي رأيك. صوص البشاميل اللي عندك بيكلكع ومش طالع كريمي، هعرفك في الفيديو ده سر هيخلي البشاميل زي الحرير. قبل ما ابدا صلوا على النبي واعملوا متابعه. السر ان اللبن يكون سخن ويتضاف واحده واحده مع تقليب مستمر من غير توقف. في سر قبله، لازم كميه السمنه تكون قد كميه الدقيق بالظبط، وتحمصوا الدقيق لحد ما ريحته تطلع. كده هتحصل على صوص بشاميل ناعم وكريمي زي الحرير من غير اي تكتلات. وبألف هنا وشفا. وادعموني بعمل متابعه ولايك. ليه الفراخ المشويه بتطلع عندك مش زي المطاعم؟ السر بسيط جدا. ادعموا اخوكم بعمل متابعه ولايك. سر في زبادي يطرر وتوم يبهر ومعاهم ملح وفلفل اسود يظبطوا الاداء. زود ميه بصل وبابريكا وسيبها ليله كامله تعيش مع الطعم. هتشوي احلى فراخ. شوف اللون بقى والريحه والطعم ما شاء الله زي المطاعم بالظبط واحلى كمان. صلوا على النبي واعملوا متابعه. الكفته عندك بتفك وبتبوظ؟ تعال اقول لك السر اللي هيخليها تمسك من غير ما تقع منك. اعملوا متابعه وصلوا على النبي ويلا اقول لكم السر. اهم حاجه البصل يبقى متصفي كويس ومعاه بهارات وملح ورشه بقسماط عشان تمسك القوام، واضافه بيكنج باودر بتخلي الكفته هشه ومش مكتومه. سيب الكتفه ترتاح نص ساعه في الثلاجه قبل التسويه وهتلاقيها ماسكه وطعمها زي المطاعم بالظبط. بص بقى شكلها بعد ما استوت وبألف هنا وشفا. عمرك سالت ليه المحشي بتاع البيت بيبقى احلى من اي مكان؟ السر بسيط جدا. اهم حاجه تحط الشبت والبقدونس والكزبره طازه ومعاهم شويه سكر صغيره ورشه فلفل اسود تظبط الطعم وتعلى التيست. جربها كده وهتقول ده احلى محشي عملته في حياتك. وبألف هنا وشفا. وصلوا على النبي واعملوا فولو. طعميه مقرمشه وهشه ومش شاربه زيت. ليه الطعميه عندي بتطلع مهبطه وشاربه زيت كده؟ بص يا معلم، فول منقوع كويس اضربه مع كرات بصل وتوم وكزبره، وحط قبل القلي كمون وملح وكزبره ناشفه واخفقه وزيت سخن غزير. هتطلع مظبوط. على طعميه مقرمشه وهشه ومش شاربه زيت وبألف هنا وشفا. وصلوا على النبي واعملوا فولو. نحط شطه البودر في زيت سخن على نار هاديه ونقلب شويه، ونضيف ملح وخل وصلصله. بتشتري شطه زيت من بره وطعمها مش عاجبك؟ تعال اقول لك تعملها في البيت بسهوله وبمكونات بسيطه. نحط شطه البودر في زيت سخن على نار هاديه ونقلب شويه، ونضيف ملح وخل وصلصله. كده بقى عندك شطه زيت حكايه احلى من الجاهزه. صلوا على النبي واعملوا فولو. يا عبد الله، ليه صلصه المكرونه عندي دايما طعمها عادي كده؟ السر في التسبيكه. حمر الثوم الاول وبعدين الطماطم ورشه ملح وفلفل اسود ورشه زعتر وسيبها تتسبك على نار هاديه. كده بقى يا عبد الله، دي تسبيكه مزاج مش هزار. الله ينور عليك وتسلم ايديك. اعملوا فولو لعبد الله وصلوا على النبي. بتطلع معاك البطاطس طريه وشاربه زيت. انا كنت كده برضو بس لقيت الحل. كمل معايا الفيديو. نقطع البطاطس صوابع ونغسلها كويس، بعد كده نحطها في ميه وخل 10 دقايق ونطلعها ننشفها كويس جدا وننزلها في زيت غزير وسخن. شايفين القرمشه واللون الذهبي الجميل؟ جربها وادعوا لي وصلوا على النبي واعملوا فولو.
هعلمكم النهارده ازاي تحمروا البصل ويطلع لونه ذهبي جميل. انزل بمعلقه زيت كبيره على بصله متوسطه ورشه ملح، وقلبها على نار هاديه لحد ما توصل للون الذهبي المظبوط. كده البصله تكون اتسوت وطلعت باللون الذهبي الجميل. صلوا على النبي واعملوا فولو. دي كانت اسرار ال 14 وصفه اللي هتخليك شيف في بيتك. جربوها وهستنى رايكم في التعليقات. لايك واشترك عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم عبد الله فود. سلام.